السلام عليكم، يا اهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم بيت سوبر مامي، وده فيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض وصفات حلوه، وهنتكلم عن شويه حاجات كده تريكات ان شاء الله تنفعكم في يومكم باذن الله، وتخلي اليوم سهل وسريع ان شاء الله. طبعا يعني انت لما بتكون وراكي حاجات في الحوض والكلام ده وانت بتعمليها اول باول، الصراحه بتفرق جدا 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 يعني. لان الواحد لما بيلاقي بقى الدنيا بقى اتكركبت قوي بيبقى مكسل اصلا يدخل المطبخ يعمل اي حاجه. تعالوا نحضر مع بعض فطار ظريف كده. كنت قلت لحضراتكم على الفلافل نص مقليه، احنا بنطلعها زي ما هي مجمده، مش يعني خلاص بقى مش هنرشها زيت ولا حاجه، وهنحطها في القلايه الهوائيه كده ونظبطها على درجه حراره 200. بتاخد تقريبا من 10 ل 12 دقيقه تقريبا يعني. الدنيا هنا كانت تمام وكل شيء مظبوط، والحوض كنت سايباه مغسول زي ما انتم شايفين. فالصراحه بتصحي رايقه قوي لما تلاقي الشكل ده، لكن لما تصحي تلاقي الشكل بقى مكركب والكلام ده، البراد وقع بتحسي ان انت ايه، لا ده انا ايه ورايا يعني حاجات، وماليش مزاج بقى اخش ادخل المطبخ اصلا احضر فطار ولا عشاء. الحقيقه بيأثر قوي يعني، الموضوع ده فعلا بيأثر جدا. الفلافل نص مقليه بتبقى حلوه وبتطلع ما شاء الله كميه كبيره. الفيديو اللي فات عملت مع حضراتكم شويه تفريزات كده، وقلت لكم الحاجات دي مهمه قوي بجد، بتوفر جدا. يعني انت لو بتستهلكي مثلا كميه فلفل كتير مثلا اخضر، فهتلاقي نفسك لا لما تاخدي حته صغيره معلقه كده خلاص، لكن لما بتفتحي فلفلايه ولا كده بتلاقي نفسك لا ممكن تهدريها. وكذلك البصل. الكنكه البيضاء اللي انتوا شفتوها دي بتاعت القهوه، كنت جايباها، كنت عملت فيها قهوه قبل كده معاكم تقريبا. ان شاء الله نبقى نعمل فيها القهوه. هي حلوه بس مش للي بيحب قهوه قوي يعني، هي حلوه سريعه سريعه انها تعمل لك كوبايتين قهوه، كوبايه 2 3 كمان صغيرين، بس مش الطعم اللي انتوا فاهمينه بقى بتاع القهوه اللي بتتحط على نار هاديه او سبرتايه. لكن هي حل حلوه قوي، تاخديها معاكي في عمره، في مصيف، في شغل كده يعني. هنا الميه بحط عليها اللي هو السوبلاس اللي سالني عليه قبل كده، تقريبا حد شافه وسالني عليه. هو زي محلى كده بس من غير سكر، يعني من غير سكر خالص، سكر دايت. بيكون بطعم العنب، بطعم البطيخ، بطعم الفراوله، يعني في طعم كتير جدا منه. هو الحقيقه بنحط نقطه واحده بس او نقطتين حسب انت بتحبي الطعم ازاي. هو بديل المشروبات للي ما بيعرفش يشرب ميه قوي زي يعني من الناس ما بعرفش اشرب ميه كده، فالحر طبعا مع كده فبيحتاج ان احنا نشرب ميه. فبحط بقى على الترمس بتاعي كده نقطه او نقطتين من اي طعم، فبحس ان انا ممكن اشربه. يعني فاهمين قصدي ازاي؟ غير لما الواحد يشرب ميه. طبعا اللي بيعرف يشرب ميه كده عادي والحمد لله يبقى كويس قوي يعني. حاولوا تشربوا ميه كتير عشان تعوضوا الحر. الواحد بيعرق كتير طبعا، والحر بيخليه يعطش وكده وبينسى نفسه، فبيأثر على جسم الواحد. كمان لو انت ماشيه في رحله نزول وزن ولا حاجه، فالميه هي مهمه قوي. فدايما احاول افكر نفسي بيها، ومع ان انا مش بحبها قوي يعني، بس ادينا بنحاول. هنا بصوا خلاص اتعملت خلاص الفلافل. ممكن تقدموا بقى معاها عيش، وتقدموا مثلا طماطم، خيار مخلل اللي كنت مخللاه مع حضراتكم في فيديو سابق يعني. فالحاجات دي الصراحه بتبقى حلوه، خضار ظريف جدا مش مكلف يعني. هو مش مكلف، احنا هنعمل سندوتش كده نحط فيه الفلافل بتاعتنا والطماطم والخيار المخلل، فتقدري تعملي افكار من دي كتير يعني. احنا لما بنعمل افكار لاكل بنشيله في الفريزر، بيبقى الهدف منها ايه؟ ان انت تصحي تلاقي فطارك جاهز على طول، ما تقعديش بقى ايه لسه تفكري وكده. وبرده ده بيعمل مصاريف كتير. خدتكم معايا جوله كده سريعه، مجرد لفه يعني في فتح الله. انا الصراحه يعني ما كنت بشتري كام حاجه كده بسيطه يعني، مش مشتريات للبيت، لا كنت ناقصني حاجه معينه عايزه اشتريها فجبتها يعني. فخدتكم جوله كده تتفرجوا برضو على الاسعار والكلام ده. طبعا هو ازايز الزيت الصيني ده انا مش مجرباه، لكن عافيه انصحكم بيه. في كمان الشاي الورده بحبه جدا وسعره حلو ومناسب يعني، مش غالي الصراحه. شاي ربيع لا ما حبيتوش قوي. بالنسبه للرز دينا ده في منه اكتر من نوع يعني. في منه دينا ده الازرق بيبقى مكسر شويه، هو درجات يعني، هتلاقوا حتى في فرق في السعر. وفي 3 ام ده اللي ب27 جبته وجربته معاكم ما كانش وحش خالص. وفي الطباق دي اللي كنت شارياها بنص الثمن يعني، لو الطبق ب50 يبقى ب25. خلاص منزل برضو كام حاجه كده، هو حاطط باسكت في كام واحده يعني حلوين، ممكن تكونوا طقم. بس ما يدخلش الميكرويف يا جماعه، لو دخل الميكرويف بيبوظ لان هو ضعيف شويه. طيب روحنا بقى دخلنا على اهم حاجه بنعملها اللي هو الديب فريزر ده. الديب فريزر نوعه ايه؟ نوعه الاسكا 4 درج عادي فروست، بيعمل تلج يعني. فانا بعمل حاجه ظريفه قوي، بحط بوله كده وبوله تانية تحت او جردل، وبحط المروحه زي ما انتم شايفين. بعملها الحركه دي صيف شتاء في وش الايه، في وش الديب فريزر. طبعا احنا بنفصل الكهرباء عنه، تمام.
وبتسيبيه بقى هو بينزل بقى لوحده. المروحه بتخليه في خلال ساعه او اقل ان شاء الله يكون فك. طيب حبيت اوريكم برضو الديب فريزر بتاعي علشان حد قال لي قولي لنا يعني بترتبيه ازاي، فانا برتبه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بصوا برتبه بالطول، يعني بوقف الحاجات بتاعتي الخضار بالطول كده اكياس، شايفين؟ فالطريقه دي ما بتخليش الواحد ياخد مساحه من ده القلقاس، وببقى حاطه فيه السلق بتاعه بحيث ان محمر وكل حاجه كنت عاملاه معاكم في الشتاء، بحيث ان انا لما اجي على الشوربه، شوربه لحمه او شوربه عاديه، اروح منزله كيس القلقاس اول ما يستوى، اروح منزله على طول عليه ايه السلق. ودي مثلا سبانخ بحطها برضو. فالاكياس دي انا حبيتها قوي في التفريز. ده بروكلي، هو يعني بروكلي بيطلع مهري شويه فانا بستخدمه كشوربه الحقيقه. هنا كرات، واخدين بالكم ازاي؟ فانا بحب اوقف كده الاكياس، والادراج دي دلوقتي هسويها يعني. دي فراوله. الفراوله الصراحه ما كنتش جايبه من الاكياس اللي بتتقفل من فوق، فكنت حطاها في اكياس عاديه فكلكعت كده الصراحه، فما حبيتش انا الطريقه دي في التفريز. حبيت الطريقه التانية ان انا احطه في الاكياس اللي بتتقفل من فوق. ده ورق العنب عملته معاكم برضو، بحطه كده وكيسه في كيس واحد بحيث ان انا ابقى عارفه ان ده ورق العنب ومكتوب عليه. هنا بقى برضو لوبيا، فاصوليا بيضه، السوردو، العيش بتاعي. يعني انا بعمل كميه مثلا رغيف 2 3 زي ما يكون يعني، واحطه برضو في الفريزر مش بيجراله اي حاجه. تمام. لما عاوز كيس اطلعه لان هو ما بيعيش في التلاجة. فشوفوا كده الديب فريزر مهندم وظريف. انا دلوقتي الدرجين دول هوريكم وسويتهم يعني. طيب هنا الدرج ده بصوا فيه الفاكهه، يعني انا بحط كيس تحت كده زي ما انتم شايفين، بيحمي الصراحه الدرج ان هو يتوسخ. كيس عادي بتاع سندوتشات، فبنشيل الكيس ممكن لو لقيناه اتبهدل ونغيره. هنا سويت بقى كله خلاص. بصوا وقفت الكياس كلها زي ما حضراتكم كده شايفين. الطريقه دي احلى بكتير وبتاخد مساحه كبيره من الحاجات. الدرج الاخير حاطه فيه جبن وحاجات زي كده. شايفين بقى التلج عمال ينزل ازاي؟ بصوا اهو شايفين بينزل لوحده بقى. لا بقى يعني ما تحطيش حاجه حاده ولا تحاولي تنزلي من الديب فريزر حاجه، لا سيبيه يفك بالطريقه دي. احسن طريقه هتجربوها لان انتوا تنضفوا الديب فريزر بتاعكم. خلاص بعد ما بتنزل الميه كلها بتكوني انت حاطه بولات، وكنت فرشه ملايه قديمه عندي، بتبتدي تنشفيه كويس جدا وترجعي الادراج مكانها. طيب كنا عاملين مع بعض احنا مجمدين البليله او الغله، وفي اخت سالتني فين الطريقه، موجوده في الفيديو لما شافت البوست يعني. على فكره بنزل بوستات حلوه جدا مشجعه على جروب بيت سوبر مامي، اتمنى ان انتوا تدخلوا تتفرجوا عليها. بنزل حاجات كتير، والمرحله الجايه هنزل ميزانيات، وهنزل وصفات ب100 جنيه، وازاي ممكن تعملي غدا ب100 جنيه. هنزلها في فيديوهات وهنزلها كبوستات برضو في جروب بيت سوبر مامي. ان شاء الله الجروب عايزينه يكبر وان شاء الله يبقى عليه تفاعل كده، لان ممكن اقدر اكلمكم فيه براحتي الجروب غير اليوتيوب طبعا. طيب انا حطيت البليله بتاعتي تفك لان انا الصراحه نسيت، فحطيتها على نار هاديه. وهنعمل مع بعض عاشوره. كل سنه وحضراتكم طيبين. بصوا انا هشتغل في 2 كيلو لبن. انتي طبعا هقول لك مقادير الكيلو برضو لو انتي عايزه تعرفي الكيلو قد ايه. كيلو اللبن بياخد نص كوبايه من السكر، بيطلع سكره حلو يعني. لكن لو زي حالاتي بتحبي السكر قليل قللي، لكن هو نص كوبايه بيطلع سكره حلو زي اللي بتشتروه من بره. يبقى كيلو اللبن بياخد نص كوبايه من السكر. كيلو اللبن بياخد من 3 ل4 معالق مليانين من النشا. طيب تفرق في ايه بقى موضوع النشا ده؟ لو انت جايبه نشا سايب، اللي انا بشتريه عادي من فتح الله كده سايب بالكيلو، بيكون اخف شويه من النشا اللي في العلب. الصراحه انا جربت كده لقيت يعني، وانت طبعا هتشوفي يعني هتبقي حافظه النشا بتاعك بيربط بعد كام معلقه. فكل كيلو لبن بياخد نص كوبايه من السكر، بياخد 4 معالق مليانين من النشا او 3، بياخد باكت من الفانيليا، وبياخد زي تقريبا نص كوبايه كوبايه سوري من الغله اللي هي القمح البليله بعد ما تستوى. تمام. دي بمقادير سهله جدا. نص كوبايه من السكر، كيلو من اللبن، 4 معالق من النشا، كوبايه من الغله او البليله. خلاص لان انا هقسمهم على 2 الكوبايه دي، هطحن نصهم والنص التاني هسيبه. هتشوفوا حضراتكم هنا خدت شويه من اللبن اللي انا غلياه ومبرداه يعني شويه كده، وقلبت فيها كوبايه سكر لان انا قلت لكم انا بشتغل في 2 كيلو، وقلبت فيها النشا. تمام كده. هناك الحله اللي ورا فيها اللبن بقيته، فهقلب ده على ده واخلطهم على بعض. تمام. نيجي للغله بقى او البليله اللي احنا سلقينها. هتاخدوا الكوبايه بتاعتكم او الكوبايتين حسب انا عامله بقول لكم 2 كيلو، فلو كيلو هتاخدي الكوبايه. نص الكوبايه بتاعت الغله هتطحنيها في الكبه في الخلاط عادي يعني،
فتبقى بيوريه كده، هتشوفيها معايا دلوقتي. والنص التاني هتحطيه زي ما هو صحيح في العاشوره، بحيث ان انت لما تيجي تاكليها ما تحسيش ان كلها غله كده ومكلكعه، لا تحسيها خفيفه وفيها نسبه عاشوره خفيف بليله او غله بسيطه، يعني هيبقى الطعم حلو هيعجبكم. في ناس لا بتعملها كلها ايه، كلها بالغله، يعني فاهمين قصدي، مش بتضرب جزء بس بتطلع تخينه كده وتقيله شويه. الله اكبر، الله اعظم. تمام كده. طيب هنقلب كله بقى، وهنجيب الغله بتاعتنا زي ما قلت لكم، هنحط نص كوبايه في الخلاط ونضربه بشويه ميه، والنص التاني هنخليه زي ما هو صحيح كده مسلوق. طبعا احنا الغله دي سلقينها مع بعض، او البليله دي القمح سلقينه مع بعض عادي، تمام، سلقينه كويس يعني. انا قايسه المعايير، انا قايسه الغله بتاعتي اللي هي في الحله دي او البليله، فبشتغل من غير كوبايه، بس انتوا لو اول مره تعملوها قيسوا بالكوبايه احسن. تمام. طيب هضربها في الخلاط، هتبقى بصوا يعني ايه، مش مهريه، بتبقى تقيله شايفين. خلي بالكم ما تزودوش النشا قوي، علشان هو القمح نفسه هيديها نشا، اللي هو البليله يعني مضروبه. طيب ليه بقى بنعمل كده؟ عشان يديكوا طعم حلو قوي، يعني هتجربوها ان شاء الله تعجبكم طريقه العاشوره دي، انا معتمداها من سنين يعني. طب نيجي بقى الحاجة اللي ممكن تتحط تديها طعم حلو، حاجتين الصراحة او 3، انا هحط منهم 2 بس. في ناس بتحط لها ماء ورد او ماء زهر، ممكن طبعا جدا تحطي معلقة كده ولا حاجة. وفي ناس بتحط لها فانيليا ومستكة، انا بحط فانيليا ومستكة. بحب احط على الرز بلبن، على العاشورة، على الكاستر، اي حاجة بحب احط لها مستكة وفانيليا، بيدوها طعم حلو جدا. هترفعوها بقى على بوتاجاز، وخليكوا يعني ايه صبورين، تقلبوا من تحت، خلي بالكوا عشان ده لبن هيتحرق، ودي ما شاء الله كميه كبيره، فايدك فيها على طول. طيب هنجيب بقى الايه المستكه، نحط 4 5 حبات يعني. طبعا المستكه انا عارفه غاليه يعني، بس الصراحه بتدي طعم حلو جدا للعاشوره والحاجات اللي زي كده. هنطحنها بباكت الفانيليا ومعلقه من السكر. الفانيليا دي اللي انا اشتريتها مع حضراتكم كان كيس كبير، عبوه جديده دي يعني كبيره، فانت لو ما عندكيش زي دي لا حطي كيسين، بيدوا ريحه حلوه جدا. انا بقرا بس مكونات كنت، لان انا ايه عايزه اشك في مقاديرها يعني، فلقيتها صح يعني تكفي، قلت لو جراماتها شويه افتح كيسين. بس هنحط معلقه من السكر. لازم نطحن الايه المستكه، لانها ما بتطحنش، فانت لو نزلتيها زي ما هي كده في اللبن السخن هتلاقيها تقفش على طول، تبقى كانك ما حطيتيش حاجه، فلازم تطحنيها كويس في سكر. تمام. هتلاقيها اتطحنت وبقت بودره، فكده تدوب وتدي الريحه الحلوه مع باكت الفانيليا الكبير اللي احنا حاطينه ده، هتدي ريحه حلوه جدا للعاشوره. ورز بلبن نفس الطريقه على فكره. طيب احنا بنحطه امتى؟ بنحطه خلاص لما بصوا هي خلاص بتلف، يعني لفت واتطبخت كويس قوي، وايدك فيها ما تسيبيهاش نهائي، على طول من تحت ايدك فيها، خليكي دايما حريصه ان انت ايدك فيها، لان انت لو سبتيها هتتحرق من تحت كلها، ده لبن، فاهمين قصدي ازاي؟ فدايما بالويسك على طول كده. هنحط بقى في اخر لفه خالص لما نلاقيها لفت تمام، هنحط خليط المستكه مع الفانيليا مع السكر، ونقلب تقلبتين ونغرفها. بصي انتي ما تخليهاش تخينه قوي، لان دي فيها غله وفيها نشا هيتقلوها، فما تبقاش شكلها كده في الطبق وحشه، لا بتبقى طريه كده يعني كانها مهلبيه بالايه بالعاشوره. جربوا بس الطريقه هتعجبكم جدا، مقاديرها سهله جدا. يبقى كيلو اللبن عليه نص كوبايه من السكر، عليه كوبايه من البليله المستويه او الغله، عليها باكت من الفانيليا، عليها فصين مستكه كده ولا حاجه، بس كده. طفي بقى كده وايدك فيها تقليب مستمر، ما تسيبيهاش نهائي. شايفين وانا بلفها، انا حبيت اوريكم شكلها عشان تبقوا عارفين ان ما تخنوهاش قوي. وكيلو اللبن قلنا بياخد 4 معالق تقريبا من النشا. هنغرفها بقى في علب او اطباق او اي حاجه. طبعا العاشوره والحاجات اللي زي كده بتبقى حلوه قوي لما يعني توزعيها كفكره، يعني كفكره لو عايزين حضراتكم تاخدوا بيها، بتبقى حلوه في التوزيع يعني وجميله وكده. ربنا يتقبل منكم ان شاء الله. طبعا بقى عايزه تحطي على وشها جوز هند، زبيب، مكسرات، في ناس بتحبها بالقرفه كمان، بتحطي لها رشه قرفه، حاجه بقى ترجع لك، الحاجه اللي انت بتحبيها حطيها على وشها يعني. بس هو المتعارف عليه ايه الجوز هند، وشويه مثلا من السوداني المحمص،
مكسرات طبعا لو فيه، وشويه من الزبيب. بتدخليها التلاجة. العلب دي خلي بالكم الكرتون حلوة قوي وعملية جدا، انصحكم بيها لو بتوزعوا. بلاش البلاستيك، لان دول العلب دول بيستحملوا الحرارة. العلب الكرتون دول سعرهم اغلى شوية، بس بيتعاملوا مع الحرارة، يعني مش صحيين. فاهمين قصدي؟ بس كده. هي العلبة بيبقى سعرها تقريبا 3 جنيه ونص ولا حاجة، عشان كده. غير البلاستيك الخفيف الشفاف، البلاستيك ده بيتفاعل مع الحرارة. دخليها بقى التلاجة وبرديها كده، وابتدي بقى ايه، هتعجبك جدا ان شاء الله. جربوها، كل سنة وانتم طيبين. يعني الحاجات دي بتبقى حلوة وليها مناسبات. يعني احنا تعودنا عاشورة نعمل العاشورة، لو صايمة ربنا يتقبل طبعا، وهكذا يعني. يعني الحاجات دي بتبقى حلوة في الايه، في المناسبات. في ناس طبعا، احنا بالنسبة لنا هنا في اسكندرية بيعملوا كمان يوم عاشورة كسكسي، بس يعني مش كل الناس يعني. الحاجات دي حلوة ان الولاد تعرفها، يعني يبقوا عارفين. وبعدين هي في النهاية هي حاجة مغذية جدا جدا جدا. يعني فيها لبن وفيها طبعا، انا ما بحطش بقى لا كريم شانتيه ولا بتاع. لو انتي لبنك حلو خلاص ما تحطيش بقى لا كريم شانتيه ولا الكلام ده. لكن لو حسيتي لبنك خفيف ممكن تضيفي له مثلا ايه، كريم شانتيه اللي هو البودره. لكن انا عشان انا جايباه وعارفه ان هو بيعمل ما شاء الله قشطه كويسه، فخلاص ده لبن طبيعي طبعا. طب لو اشتغلتي بلبن علب، حطي له بقى مثلا معلقه لبن بودره، حطي له قشطه لبن، عشان يعني الطعم يبقى غني شويه. ما تنسوش بقى اللايك، علشان اشوفكم في فيديو جديد على خير. سلام.